القوات المصرية العزيمة تلقي القبض على حارس المرمى عصام الحضري. طبعا عصام الحضري كان في التعريس للسيسي، ما اقولكش يعني انت ممكن ترجع بقى تاني وتتفرج هو كان بيعمل ايه من اول 2012 في المساعدة في الانقلاب العسكري حتى تاريخه. تمام. حتى لما تخلى عن طليقته او زوجته التانية اللي طلعت خبطت في النظام ببوست من جملتين، يعني بوست بسيط جدا، تخلى عنها في اول مفرق لما اتقبض عليها لو تفتكروا من 2-3. طبعا اول امبارح برضو قرينا خبر ان بوسي الرقاصه ولا معرفش المغنيه، واحده اسمها بوسي كده برضو كانت بتعرس للنظام جامد، بنت على طول قلعه كده وبتغني، المهم برضو قبضوا عليها. ده يدينا درس ايه، او الدرس ايه الدرس اللي نستخلصه والعبره من هاتين، حلوه هاتين دي حلوه الصيغه دي، من هاتين الواقعتين. اقول لك انا حضرتك ان انت لما تناصر ديكتاتور ربنا هيذلك على ايده، من اعان ظالم ذل على يديه او سلطه الله عليه، او كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنهارده حضرتك مؤيد للجاسوس او ضد الجاسوس، انت كده كده هينولك من الظلم ما ينالك. فده اثبات يا جماعه للي انا بقوله من سنين طويله، انت معاه ولا انت ضده هينولك من الظلم، لكن هينولك وانت حر ولا هينولك وانت عصام الحضري، هينولك وانت بوسي، هينولك وانت منى شلبي لما مسكوها في المطار من كام سنة بمخدرات عشان يخلوها تخضع اكتر، وهكذا وهكذا وهكذا. فهي الحكاية كلها امها وابوها ان انت لم يسبق الدور بعد في يعني دايلمت او في السيناريو الظلم اللي احنا ماشيين فيه في مصر. ده مش دفاعا والله عن عصام الحضري ولا عن بوسي، لكن اللي انا عايزه اقوله لكم، يعني اللي انا بقوله القديم الجديد، ان الدكتاتور ما يعرفش امه، سلومه الاقرع ما يعرفش اخوه. النهارده هو ماشي بيدور الضرب في الكل، وماشي بالكرباج على الكل، وما يهموش اساسا ايه هو اللي بيحصل ولا ايه الكونسيكونسز، لان هو خلاص هو شايف ان استقام له الامر، يعني خلاص ده استتبله الامر، وهو مش شايف حد فينا، مش شايف غير نفسه، مش شايف غير امبراطوريته اللي هو بناها وشايفها دلوقتي بتنهار قدام عينيه بالديون اللي كبل